من هو عبد الصادق الشقارة؟ هو أول حاجة رمز من رموز المغرب ككل، لأنه صحيح. استطاع أنه يوصل الموسيقى المغربية خارج المغرب. وطور الأغنية المغربية هذه من ألحانه. بس شقرا الاغاني ديالك واش كتكتبها انت او كتجيك جاهزه كيكتبها لك شي حد ام هي تراث موجود كتستعمل؟ كنستعمل اولا بدات بصوره تقريب خديت منه من بعض القصائد الملحون وغيرها، ومنها مالك بن نونان من تطوان، ومنها مالك بن نونان من تطوان وعد بنونه. هذوك هما اللي كانوا كيلقنوا هاد القصائد. نعم. هذوك وانت بنت وانت انت ادرى. تنظن بانه اللي يميز سي عبد الصادق شقاره هو تطوير الاغاني اللي استمدها من القصائد الجزائريه. نعم. من الاسر الجزائريه اللي كانت هاجرت جابوا قصائد كلاسيكيه. نعم. في هذا الدور نعم. الفن اللي قلت لك انا الصفار وعد بنونه، هذوك هما اللي كانوا كيلقنوا هاد القصائد. نعم. هذوك يعني وما هي المدارس تظني اللي تاثر بها بزاف؟ الجزائر الجاره ديالنا مثلا كان نعم. مولود عبد الرحمن الحراش والعلقه. نعم. بالقصائد ديالهم. نعم. كان كيمشي بزاف في الجزائر تعرف عبد الصادق شقارة بعشقه للقصائد الجزائرية. هاد القصائد اللي استمد منها أعمال كثيرة أداها رفقة جوق المعهد الموسيقي لتطوان، واللي قام بتأسيسه سنة 1957. من بين الأعمال اللي كانت متميزة للفنان عبد الصادق شقارة هي قصائد الزنداني. هذه القصائد اللي جات مع الأسر الجزائرية اللي هاجرت جراء الاحتلال الفرنسي في القرن التاسع عشر، واستوطنت معظم استوطن مدينة تطوان، وجابت معها يعني بالإضافة إلى بعض مظاهر الحياة اليومية جابت معها هذه القصائد هذه. كان مولع بالأغاني والقصائد الكلاسيكية الجزائرية. كان دائما كيعجبو الدحمة الحراش، القصيد ديالو دائما معاه، ود العلقة. هادو جوج الناس كان كيحبهم بزاف، وكان كيتمتع بديك الاغاني ديالو بالموسيقى ديك الجمل الموسيقيه الحلوه ديالو. فمن ثم الوالد دار يوظف هاد مجموعه من النغايم، حيث اداها باتقان كبير جدا، وتاثر بها سواء الاداء كذلك. هذه الخصوصيات اللي كتميز بها الطابع الجزائري ظهرت من خلال الاداء ديال الاستاذ عبد الصادق شقاره في الاله الاندلسيه.